اول ما بنسمع شخص بيبدا يحكي لنا ان هو اتعرض لتحرش او اعتداء، بيجي معانا في دماغنا صوره ذهنيه لمشهد من المقاومه، العنف، الخوف، احساس العجز. ولو بدا يحكي شويه عن التفاصيل اللي حصلت معاه، لو ما لقيناهاش ان هي بتوصل لنفس الصوره اللي جت في دماغنا، فبنبدا نقول له كلام زي كبر دماغك، حاول تلهي نفسك، كلنا بنتعرض لدوت، مع الوقت هتنسي، انت لسه واقفه عند نفس النقطه، سواء كان ولد او كان بنت. ولكن مش بناخد بالنا خالص ان تاثير الصدمات الجنسيه من شخص للتاني بتكون مختلف. ومن هنا محتاجين نوضح اصلا يعني ايه صدمه جنسيه. الصدمه الجنسيه هي اي حدث ممكن يخترق حدود الشخص اللي قدامه. ده ممكن يبدا ان هو يحصل من خلال لمسه او نظره او هزار او كلام جنسي وسط الكلام، ولكن بيكون المعنى فيه او المقصود ان هو بيخترق حدود جسم اللي قدامه. المشكله هنا بتكون اكبر لما بيكون الشخص ما عندوش حق الرفض او فكره الاستنكار. الرفض بمعناه ان الشخص هنا ممكن يكون مش قادر يفهم اصلا اللي بيتعرض له، خايف يقول لا، مش عارف يروح يقول لمين. لو بدا ان هو يقول حاجه زي كده ممكن يتعرض لمقاومه، او شايف ان محدش هيفهمه. او فكره الاستنكار اللي كتير جدا من الناس بتبدا تقولها لاولادها لما بيبداوا يحكوا حاجه زي كده: هتفضحينا، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، انت ازاي تقولي كده، انت عايزه تعرضينا. ومن هنا بتبدا شويه بذور من الخزي والدونيه، وان انا عملت ايه، او انا السبب، او انا فعلا اللي عملت المشكله دي جوانا، وتبدا تكبر تدريجيا. فلما الشخص بيجي بيحكي عن الموقف، لكن مش بيبدا يتكلم عن تاثير ده جواه كان عامل ازاي. عشان كده ده ممكن يستمر لفترات طويله جدا من غير ما ناخد بالنا عن تاثير ده كان عليه ازاي.